السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقة الحجز الجواز العراقي أو الجواز الإلكتروني. تابع وياي شرح. أول شي عليك تنزيل تطبيق الجواز العراقي متوفر على السوق بلاي بهذا شكل الأيقونة. بعد من نزله نقوم بفتح التطبيق، وراها راح ندخل على خيار قدم على جواز سفر عراقي إلكتروني. نضغط على قدم على جواز سفر عراقي إلكتروني. ننتظر على ما يتم تحميل صفحة الجواز. أول شي لازم نأكد إنه إحنا لسنا روبوت. نضغط أنا لست روبوت. هنا يقول لك اختار إشارات المرور، فنقوم باختيار إشارات المرور. بعدها التقديم باللغة العربية إذا كنت عربي، أو اللغة الكردية إذا كنت كردي. نضغط على تقديم باللغة العربية. هنا ينطيك بعض التعليمات والالتزام بمواعيد الحجز. نضغط على موافق، من ثم نضغط على التالي. هنا يقول لك مراكز المراجعة. هنا تختار المحافظة اللي هي على سبيل المثال النجف الأشرف. مكتب الإصدار تريده يعني كوفة أو نجف، المركز حسب أنت المكان الأقرب إلك. نضغط على التالي. هنا يريد من عندك المعلومات العامة: الاسم، اسم رب الأسرة، اسم الجد، اللقب، الرقم الوطني، ورقم الهاتف، والجنس، وهل ترغب بالحجز للعائلة أو لا. على سبيل المثال إذا أنت تريد ترغب حجز للعائلة تختار نعم، وإذا كنت لغير العائلة نختار لا. نقوم بإدخال المعلومات، من ثم نضغط على التالي. بعد ما دخلنا المعلومات وضغطنا على التالي ظهرت لنا هذه الواجهة اللي هي هذا اللون يقول لك متاح، واللون الأحمر محجوز، واللون الأصفر عطلة. عندك تاريخ الحجز، اختار التاريخ اللي يناسبك. على سبيل المثال عندنا 1/9 هو كله محجوز. 1/9 كله محجوز باللون الأخضر. 2/9 هم كذلك محجوز باللون الأخضر. 3/9 عندنا أماكن غير محجوزة اللي هي عندنا ب12 الظهر، والواحدة مساء، الثانية مساء، الثالثة مساء، السادسة مساء، السابعة مساء. هذا غير محجوز. على سبيل المثال أنت تختار الوقت اللي يلائمك والتاريخ اللي يلائمك. على سبيل عندك يوم 4/9 كل الأوقات غير محجوزة، و5/9 كل الأوقات غير محجوزة. على سبيل المثال نختار 5/9 الساعة 9 صباحا. أنت من اختارت الموعد 9 صباحا يجب أن تكون متواجد في 8:30 أو ب9:15 في مكان الحجز. نضغط على التالي في مكان الدائرة. هنا راح يجيك كود على رقم الهاتف، هذا هو رقم الهاتف. راح يجيك كود، راح تدخل الكود وتنطي تثبيت الحجز. بعد ما تنطي تثبيت الحجز راح يظهر لك باركود. هذا الباركود تحفظه او تاخذ له سكرين، تحتاجه من تراجع الدائرة تنطيهم الباركود يوفرون لك البطاقة او ينطوك الجواز الالكتروني اللي حجزته انت. أتمنى تستفادون من الشرح، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك. مع تحياتي للجميع.